السلام عليكم يا احلى اخواتي، احلى متابعات لقناه شهوات زياد. كيف درتو؟ بخير؟ هانين؟ صحيحه مزيانه؟ على خير؟ وليداتكم مزيانين؟ عواشركم مبروكه. مبروك عليكم، يعني القدوم ان شاء الله ديال الشهر الفضيل. اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله، لا فاقدين لا مفقودين، ان شاء الله بالصحه والسلامه، وتصوموا على خير ان شاء الله بخير. ايوا كي درتو البنات، كاين شي تحضيرات، كاين شي انا يمكن اخر وحده غادي تبدا في التحضيرات ديال السلو. ويلا دابا اليوم خديت هذاك الشيء ديالو، لان البنات راكم عارفين مع الخدمه راه والله ما تنسالي. يلا دابا يا خدينا العطله وقلت نقاد شي شويه حتى انايا ونشري ونبدا نشوف شنو خصني في الكوزينه. اما الايامات الخدمه راه ما قدرتش البنات، يعني غالبا هكا تندير، ما كنقاد الزميطه ولا السلو ولا السفوف ولا شكون كيسميه حتى الاخر، يعني حتى كيقرب رمضان حيت ما كنساليش فريمون. يلا اليوم البنات خديت واحد السويعه. يلا اليوم البنات خديت واحد السويعه انا وراجلي، مشينا بالزربه خديت داكشي اللي خصني ورجعت حطيت هادشي قبل ما ندي نستفو غادي نشاركو معكم وتشوفوه. المهم البنات الاثمنه راه شي كنعقل عليه شي ما كنعقل عليه، المهم قلت نشارك مع الاخوات حتى انا شنو تقديت، كنحفزوا بعضياتنا كنعطيو افكار. انا نيت قبل ما نمشي نتقدى شفت فيديوهات هكايا باش نعرف نيت شنو خاصني. ايوا الله يلحقنا ان شاء الله رمضان بالصحه والسلامه ان شاء الله. خديت البنات هاد القريعه ديال المورد ديال المزهر، ضروري قلت غنحتاجها، كنبغي ندير هكا برعيوات ولا شي حاجه. المهم راكم عارفين هادشي اللي كيتحتاج. خديت البنات العدس، خديت كل كيلو بوحدو. خديت وباقي عندي يعني كنظن 2 كيلو راه كافيه، راه بزاف كاع، حيت انا كنبغي نديرو حتى في، يعني دابا راكم عارفين راه باقي رمضان، كنبغي ندير هكايا حتى هذا تريد ولا غنحتاجو، يعني ماشي بالضروره على رمضان. بالنسبه للبنات لطريقه الاحتفاظ، الصوب العدس الصوب محمص كترمي معاه شويه الملحه ولا اوراق ديال اوراق سيدنا موسى، وكيبقاو صراحه ما كيديروا لا حشرات لا حتى شي حاجه. المهم هنا 2 كيلو ديال العدس راه زوين كتشوفوا، ما فيه لا وسخ لا والو. تزيد البنات الفلوس وتاخدي شي حاجه نقيه ولا تبقاي واقفه تنقي ظهرك تيتقسم. الحمص انا ما كنرقدش هادشي كله في الماء ونديرو في الفريغو، كنرقد شويه بشويه حتى كيتقاضى، وكنرقد كميه اخرى باش يبقى صحي، ما يبقى هكايا في الكونجيلاتور بزاف ما كاينلاش. خديت البنات السميده البلديه هذه البنات كنحتاجها في التكراس، كندير فيها الحسوه، كندير فيها. اما ديك الاخرى دي كنخليها على الحرشه، اما هاد السميده البلديه هذه راه ضروري كناخذها ب 13 درهم الكيلو. هانتوما تشوفوا واخا شويه غليظه هذه، ولكن معليش، المهم راه بلديه صحيه زوينه هذه. اما الاخرى كنخليوها للحرشه. خديت البنات الدقيق ديال الشعير، هذا كناخذو تقريبا حتى هو بديك 13 درهم الكيلو، كيجي فيه المسمن زوين، هو مغربل مقاد، نيش انا كنخلطو مع الفرص وكندير به المسمن. خديت البنات البلبوله ضروري. المهم انا ملي كنمشي للمطحانه البلديه كنجيب كاع هادشي كنجيبو معايا. وخديت البنات اللي عليه الفيلم كامل الجنجلان، خديت البنات 2 كيلو. الثمن يمكن واش 30 درهم يمكن الكيلو، المهم راه غادي يكون الثمن معروف ديال الجنجلان معنا. خديت هادشي كله ما بقيتش عاقله. خديت البنات الجنجلان نقي ما فيه يمين، بقى يتقاتل بقى ينقي. هانتوما تشوفوا راه ما فيه حتى حاجه. غادي ندير نوريكم غير الطريقه باش كنغسلو باش كنحمرو وباش ما كيمحنيش، ما كنبقاش نبقى نقي فيه دابا حبه بحبه، لا يعني كنغطسو في الماء داكشي اللي كاين كله كيهبط وصافي، وكنحمرو وكندوز عليه تدويزه خفيفه تكون شي حجيره فقط. خديت البنات هنا 2 كيلو ولا غادي يقدني السفوف، وغنخلي واحد شويه نطرفوها كنبغي ندير به الكورت ولا شي حاجه. المهم هاد اللده هادي وخديت هادي، المهم غير دازو قدامي خديت ضروري كنحتاجهم هادو. خديت البنات النافع، خديت نص كيلو ديال النافع. خديت البنات كيلو ديال اللوز، ها هو يعني هذا كله غنديرو في الزميطه حيت ما غنقويش البنات السفوف، ما غنقويش، غندير غير واحد الكميه محدوده، يعني كيلو راه كافي. خديت كيلو قرفه البنات رابعه مطحونه، ها هي مطحونه قدامي. خديت البنات ريحه الكتان حتى هي غنديرها في الزميطه، واخا تيقول لك ما خصهاش تحمر ما كتبقى صحيه، ولكن انا غنشوف. المهم حتى هي راه نقيه. خديت هذه 5 دراهم. خديت 5 دراهم ديال الإيلان، حتى هو كيجي زوين البنات في الزميطه. غير هادشي كيبغي يتشطط راه كيجي زوين، يعني هانتوما تشوفوا هادشي راه كناخذ غير كميه قليله منه، كنبغي ندخلو في الزميطه ضروري باش ما يكونش فيها علوز والجنجلان. هانتوما خديت هذا خليط ما بين النافع وهذا النافع اللي وريتكم في الاول، هذا انا ديما كيكون عندي في الدار كنخليه، ولكن هذا خليط ما بين النافع وحبه حلاوه، هادو ديال الزميطه هادو بثلاثه.
شنو عاود البنات، خديت واحد الكوزه، ما عرفت فين هي الكوزه والمسكه. خديت البنات هذا كان الفول تا هو كنديرو شويه مع الحريره. وخديت البنات السكر كلاصي باش غادي نخلط. انا غنشوف الزميطه نقدر ندير فيها على العسل، راني شريت العسل ها هو تنوريه لكم. وخديت السكر كلاصي، خديت هذا الممتاز. هذا خديته خدمت به في الزميطه، ما خدمتش به غيبقى عندي. خديت البنات كيلو ديال الكاوكاو محيد له القشور. هذا البنات كيلو كيدير يمكن واش 35 درهم 700 ريال. هذا البنات طريقه الاحتفاظ كنديرو في الثلاجه لانه كيولي فيه الحشرات وكيتصوف. كنديرو نيشان في الثلاجه وكيبقى زوين. هانتوما ايوا البنات السمن ضروري السمن البنات. خديت هاد شويه اللي كتشوفوه هنا ب 35 درهم، هاد الشرابعه هادي ولا المهم ضروري السمن. وخديت البنات العسل، شوفوا هذا تبارك الله زوين. يعني هو ماشي حور يعني 100%، ولكن راه هاكا ديريه في المعسلات زوين. هانتوما تشوفوا غير من الخسوليه غتبان لكم هذا ماشي عسل ديال السكر 100% زوين. خديت جوج ها هما. وخدينا البنات التمر البنات. يعني انا راه كنستهلكوا بزاف يعني بلا رمضان، فخدينا 3 د الباكيات. وحده غادي نخليها نديرها هكا في الثلاجه لتحت ناكل منها، وجوج غنديرهم في الكونجيلاتور البنات. راه كيبقى التمر في الكونجيلاتور كيبقى زوين. ديريه في البواطات، تحيديه من الكرتونه ديريه في البواطات كيبقى من داك الشيء الرفيع، ما كيخسر ما كيجمد ما كيوقع ليه حتى شي حاجه. هذا البنات خدينا التمر الممتاز. هانتوما التمر البنات راه ضروري. يعني انا نقدر نقول لكم من الحوايج اللي كنكونجليهم في رمضان هو التمر، لانني راكم عارفين ضروري كتحتاجيه بزاف. وصافي البنات هادشي اللي تقديت اليوم انا شاركته معكم. صافي البنات دابا غادي نمشي نطرف هادشي بلاصتو. غنخلي حدايا الزنجلان الكاوكاو كما قلت لكم غنديرو في الثلاجه. والتمر انا غادي نوريكم كيفاش غادي ندير نحتفظ به في الكونجيلاتور. هانتوما خليكم معايا. درت البنات واحد الغديوه ديال الزربه والله العظيم. درتها واحد الفخيط ديال الدجاج ودرت شويه ديال البطاطا وشويه ديال الخيزو. كتجي هاد المريقه فنه، خصها غير شويه الزيتون. غادي نتغداو بدا نحيد عليا البنات الغدا. عاد ندوز لداك الجنجله نقادو نقاد اللي قدرت عليها نحيد عليا. ناس مريقه ديال الزربه ولكن راه جات فنه. غادي نمشيو دابا ان شاء الله البنات نتغداو، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال باش نبدا البنات نقضي شغالاتي. ايوا البنات انا عاد كنوجد في البواطات فاش غادي نحتفظ بالتمر في الكونجيلاتور. كنت البنات جيت بغيت نقاد التمر في البواطات ما كنلقاهمش عندي، ما بقاوش عندي البواطات البنات. ما عرفت والله ما عرفت فين تيمشيو كيتوضروا. عاد خرجت للمدينه مشيت نجبت ولدي من لاكريش، وملي كنت راجعه ضربت المدينه خديت البواطات البنات. صافي خديتهم باش نستف فيهم التمر. ودابا راكم عارفين ان شاء الله رمضان يعني كتحتاجي البواطات هكايا بزاف. وصراحه والله الا داير لهم اثمنه جد مناسبه. خديت انا عاد دوك البواطات العادي اللي البلاستيك ديالهم عادي اللي كنديرهم في الكونجيلاتور. خديت البنات جوج من هادو خديتهم واش يمكن 6 دراهم الوحده. خديت جوج عجبوني صراحه هاد القوانين هادو هما. دابا غسلتهم ونشفتهم. هما فاش غادي ندير التمر هادو راه كبارين شي شويه ها هما. وخديت جوج من هاد المربعين عجبوني. راكم عارفين دابا في رمضان كتحتاجي البواطات بزاف هكا في الثلاجه. خديت واحده اخرى هادو والله ما عقلت واش هما 7 دراهم ولا المهم كبارين عجبوني هادو مربعين. وخديت هاد الطوال حتى هما فنين فركسين هادو بهاد اللون الخضر ها هما. المهم هادشي راه كيتحتاج البواطات كيتحتاجوا صراحه. المهم خديت البنات خديت 6 البواطات واش ب 30 درهم وشي حاجه. هادو ب6 صافي. هادو ما غسلتهمش خليتهم حتى نحتاجوهم. ودابا غادي ندوز البنات ندير التمر في البواطات هادو ونديروه في الكونجيلاتور يبقى مزيان. كما قلت لكم الطريقه مزيانه باش كنحتفظوا بالتمر هو الكونجيلاتور كيبقى مزيان يعني ما كيوقع له حتى شي حاجه. انا راه مجرباه. ولا البنات اللي عنده هكا الوقت وعنده الخاطر كتفرقيه في البلاستيكات يعني القدر اللي غادي ديري كل تناولي كل مره كتجبديه جهد جوج طباصل. ولا انا اش كندير البواطات كما كتشوفوا معايا راه متوسطين. كنجبد البواطه كامله كنهبطها من الفريغو كنحطها في الثلاجه صافي. وكنبداو ناكلوا منها. التمر البنات الا بغيتو يبقى لكم مزيان وما يخسر ما والو خليوه بالعود ديالو.
البنات غادي ندوز دابا نبدا نحضر في المكونات ديال السلو. ما غاديش نخلطو اليوم، اللي غنشارك معكم غير نبدا نقاد شويه بشويه. هنايا خديت البنات بالنسبه لانا هذا العام غادي ندير فيه شويه ديال الشعير، صاب عندي الدقيق ديال الشعير حتى نحمر عاد غنغربل، راه هو مغربل اصلا رقيق. خديت هنايا كيلو ديال الشعير وخديت كيلو ديال الفورس. بالنسبه للتحمار غنحمر كل واحد بوحديتو، حيت كل واحد ديال الحراره بوحديتو. كنحمروا لنا البس في الكوكوط، يعني كل عام راه كنشارك معكم. الكوكوط كيجي ساهل وكيتحمر دغيا، وكتبقاي نيت واقفه وكديري شي حاجه وانت بقى بلا الدقيق. وفي نفس الوقت البنات غادي ندوز نفسخ الحمص، يعني هادو هما التحضيرات اللي تندير. غادي نفسخو نديرو في هاد البواطه هادي ونسد عليه وصافي. وهانتوما معايا انا خديت البنات الكوكوط. غادي نبدا بالدقيق ديال الشعير هو الاول. غادي نحمر كل نص كيلو بوحديتو بسم الله. الكوكوط راه كيجي اسهل، الفران فيه تماره، واللي عنده كميه كبيره راه كيدير الفران ديال الحومه. كنستعمل البنات هذا، يعني هكا كتبقاي مقابلاه وفي نفس الوقت كديري شغل اخر. هانتوما يا البنات شقلابه في الكوزينه. المهم البنات الشعير راني غربلته. الخدمه البنات كنحيدها عليا في مره، كان فيني الشغل في مره، باش ملي نجي نبغي ان شاء الله يا ربي نخلط الزميطه يكون عندي مغربل مكال. نحل عليه شويه نخليه يزيد يبرد. هانتوما نافعو حبه حلاوه صافي نقيتهم، ها هما اللي قديتها كنحطها هنايا. باقي لي البنات ها هي الخدمه، باقي لي الزنجلان وباقي لي يلان وزريعه الكتان. الفرصه البنات انا بديت كنحمر فيه، وتا هو هذا حاطه حدايا الغربال اللي تحمرات كندوز نغربلها باش صافي نديرو في البواطه نزديه مع ديال الشعير مغربل مقاد. واخا الفرصه راني غربلته باش ما يتكورش البنات في التحمار، ضروري كنغربلو قبل عاد نعقب حتى نغربلو لا بقات شي حاجه. هانتوما وكيجي صافي ضروري يبقاو الفراتات. هانتوما شفتوا ايوا صافي. بقى لي هاد نص كيلو ديال الفرص انا غادي نحيدو عليا دابا ونمشي البنات نقابل شي وليداتي عاد نرجع نكمل الزنجلان. المهم اللي انا ملي كنوقف على هاد الشغل كنوقف عليه في مره، حتى اللوز حتى هو كاوكاو كلشي كنحيدو عليا في مره. والفوي البنات كيعاون الفوي بزاف، يعني ما كيخليش داك الكويره تشكل. ودابا البنات غادي ندوز للجنجلان. غنقول لكم الطريقه اللي كندير لي انايا. في الاول كناخذ الجنجلان يكون شويه نقي، يعني نتوما تشوفوا ما فيهش كاع التنقيه، ولكن مع ذلك غادي نغسلو غادي ندوزو من الماء وما غادي نشمشو ما والو نيشان. يعني من الماء نخليه يتسقطر شي شويه وندوز نبدا نحمرو في الكوكوط، يعني في نهارو ماشي كنبقى نشمش فيه وكنبقى نقلب فيه لا. وراه قال لي بالما تغسليه، ولكن انا ما نقدرش، ضروري خصني ندوزو من الماء وصافي البنات. يلاه هانتوما معايا. هانتوما البنات بهاد الطريقه هادي داك الوسخ كله اللي في الزنجلان كيهبط لتحت صافي، ما كتبقاش حايره معاه في التنقيه. هانت الزنجلان نقيه هاد شويه اللي فيه صافي. دابا غادي نسرحو فوق واحد المنديل وندوز نغسل الكيلو الاخر. صافي البنات غادي ندوز دابا باش غادي نحمرو من بعد ما خليتوه تسقطر واحد شويه من الماء، باش البنات يجيكم الزنجلان زوين. كي تغسلوه حمروه نيشان هو باقي فازك، تتجي الحبايه البنات منفوخه وكتجي زوينه. وملي يبان لكم تحمر تبقى واحد 2 دقائق باش تحيدوه من الكوكوط، ضيفوا ليه معلقه كبيره ديال الزيت وحركوه راه كيجي زوين. اش كيدير زياد. هانتوما البنات الجنجلان راني مشيت معاه صافي، بقات ليا واحد الكميه في الكوكوط كنحمر فيها. هانتوما البنات الطريقه اللي كندير لي انا راه زوينه، يعني ملي كما شفتوا معايا كنهزو يعني باقي الجنجلان فازك
كنديرو في الكوكون كيتحمر وما كيبقاش لك منشور يعني شحال. ودابا عاد غادي ناخذ واحد الوقيته وغادي ندوز عليه بالزربه، لا تكون شي حجره ولا شي حاجه. يعني انا حتى كنحمر عاد كنقيه وصافي كنخليه دابا هنايا يعني حتى كيبرد على خاطر خاطرو. وانا موجده ليه البواطه فين غنديرو هنايا حتى يبرد على خاطر خاطرو غنديرو في البواطه. كما البنات الكوكوط راه كتنفع، يعني كنبقى نحرك هكا يعني حتى كيبان ليا اللون تبدل وكيتحمر. وملي كيبان ليا البنات صافي بقات له واحد 3 دقائق باش نطفي عليه، كندير له واحد المعلقه كبيره ديال وصافي البنات. هادو هما التحضيرات اللي شاركت معكم في هذا الفيديو. هذا تحضيرات بسيطه البنات. يعني هادشي اللي بديت به دابا راني شاركته معكم. كما قلت لكم التمر راه ديجا عجبتو في الثلاجه باش نصور معكم. ديجا بدا هكا جبتو من الكونجيلاتور هكا البنات كيبقى زوين. وكما قلت لكم تخليوه بهذا العود هذا. وصافي البنات الحمص هكا فسختوه هكا تيبقى يعني حتى في الحريره كندير هاد الكميه راه كتدي ليا مده ما كنبغيش نكثر. وصافي البنات شاركت معكم الدقيق من بعد ما حمرته راه غير بلتو درتو في هاد البواطه هادي. والزنجلان البنات خليته غنخليه هنا يبات يعني نغطيه بشي حاجه ونخليه تيبرد مزيان عاد نديرو في بواطه بحال هادي. وصافي والقوامه البنات ديال الزميطه انا هكا تندير ليه كنبقى معاه شويه بشويه بشويه حيت باقي الوقت اللي قاديته كنديرها في بواطات. وان شاء الله لا فيديو اللي غادي نخلط فيه السفوف او السلور غادي نشاركو معكم اكيد. المهم البنات غير كفيديو هكا تحفيزي وصافي حتى انا شاركت معكم شنو كاين. ايوا صافي البنات بالنسبه للعشاء ندير واحد شويه سباكيتي البنات حيت صافي عييت ما بقيت قدرت ندير حتى شي حاجه. راكم عارفين هادشي فيه الخدمه وكيشد الوقت. ايوا صافي البنات خليتكم على خير هاد الساعه ونتمنى تكونوا قضيتوا معايا وقت زوين ونكون حفزتكم شي شويه. بالنسبه للاخوات اللي باقي ما بداوش كاع نقول لهم يعني كنصيحه حيدي عليك حاجه بحاجه. السفوف او السلو ما عمرك ديري كلشي في مره، كل مره حيدي حاجه اللي تحيد حيديها. بحال دابا الدقيق يتغربل ويدار في البواطه ويتسد وتبقاي غادي شويه بشويه تكملي هادشي كامل. ايوا ان شاء الله الله يلحقنا رمضان بالصحه والسلامه ان شاء الله. هذا هو المهم. يلا البنات الله يوفقكم، الى الملتقى في فيديو اخر. بسلام عليكم.